عصمة الله للأنبياء والرسل بيكون عندنا في 3 حاجات. الحاجة الأولى في تبليغ الوحي، يعني محدش من الرسل يقدر يغير حاجة أنزلت عليه أو ما يبلغش حاجة أنزلت عليه. تاني حاجة عندنا في الكبائر، مفيش رسول يرتكب كبيرة. وتالت حاجة في الصغائر اللي تحط أو تنزل من مكانة الرسول، يعني زي البخل مثلا، ما ينفعش الرسول يبقى بخيل. أما باقي أمور البشر فممكن تحصل لهم عادي، زي عندك أولا الصغائر التي لا تنقص من مكانتهم، زي ربنا ما قال لسيدنا محمد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تاني حاجة الخطأ في أمور الدنيا، يعني زي سيدنا داود لما تفرع في الحكم وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. ثالث حاجه عندك المرض، زي ابتلاء سيدنا ايوب، يعني ممكن الرسول يمرض عادي، ما هو بشر. ورابعا بقى، وده موضوعنا النهارده، هو السحر، يعني ممكن الرسول يسحر. مثال مثلا في القران سيدنا موسى ربنا قال اذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. سيدنا موسى اتسحر سحر تخييل، ان هو يتخيل بالحاجه ان هي بتحصل بس هي ما بتحصلش. وكذلك سيدنا محمد لما بعض اليهود سحروا له سحر التخييل، وهي دي قصتنا النهارده. بص بقى، الحكايه بدات لما سيدنا محمد والمسلمين رجعوا بعد صلح الحديبيه سنه 7 هجريا للمدينه. شويه يهود راحوا لواحد اسمه لبيد بن الاعصم. لبيد بن الاعصم ده كان بيقول لك ان هو من اقوى السحره عندهم، بل وان في ناس كانت بتقول ان هو منافق، يعني بيدعي الاسلام. المهم شويه اليهود دول راحوا له وقالوا له ان احنا سحرنا سيدنا محمد، بالفعل عملوا له سحر بس ما نفعش، فانت لو عرفت تسحره والسحر بتاعك اشتغل هيبقى ليك عطيه فلوس يعني. لبيد بن الاعصم ده لقى ان فيها سحر وقال لك يا مساء الكفر، انا كده كده يهودي وكمان فلوس، يلا بينا. ولكنه طلب شويه حاجات، طلب حاجه من اثر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من اثره يعني. وفي الوقت ده كان في غلام يهودي بيخدم سيدنا محمد، فاليهود اخذوا بعضهم وراحوا للغلام ده وقالوا له بص احنا عايزاك تجيب لنا حاجه كده من ايه، من اثر محمد. فالغلام في البدايه رفض، ولكن اليهود فضلت تلح عليه، في الاخر وافق. فالغلام راح اخذ المشط اللي سيدنا محمد كان بيتصرح بيه، واخذ حبه من اسنان المشط ده. وبالفعل لبيد بن الاعصم اخذ شويه الحاجات دي وعمل عليها السحر، والسحر اشتغل فعلا. فسيدنا محمد بقى بيخيل اليه ان هو بيعمل حاجات وهو ما بيعملهاش، وفي روايه بتقول ان هو كان بيخيل اليه ان هو بياتي اهله. ففي يوم من الايام بعد حوالي 4 أو 6 شهور من السحر بتاع لبيد بن الاعصم، يعني سيدنا محمد كان بقاله 4 أو 6 شهور بيتخيل ان هو بيعمل حاجات وهو ما بيعملهاش، كان قاعد عند السيده عائشه. وهنا بقى هنبدا نحكي قصه بلسان السيده عائشه، واللفظ ده موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم بكذا روايه. السيده عائشه بقى بتقول لك ايه، في يوم من الايام سيدنا محمد كان قاعد عندي وقاعد يدعي ربنا كتير، يدعي ربنا ان ربنا يكشف له البلاء ده او يعرفه اللي فيه ده بيحصل له ليه. فبعد ما خلص دعاء قال يا عائشه انا حسيت ان ربنا قال لي اللي انا فيه ده او اللي بيحصل لي ده بيحصل لي ليه. وبدا يحكي بقى، قال لك ايه، قال لك اتاني رجلان، والرجلين دول اللي هم ملكين، واحد قاعد عند راسه والتاني عند رجليه. فالاول بيقول للتاني ما بال الرجل، يعني ماله الراجل. فالتاني رد عليه قال له مطبوب يعني مسحور. فالاولاني قال له ومن طبه، يعني مين اللي سحره. فالتاني رد عليه وقال له لبيد بن الاعصم. فالاولاني ساله قال له وفيما، يعني هو اتعمل له السحر ده في ايه. فالتاني رد عليه وقال له في مشط ومشاطه وجف طلعه ذكر تحت رعوفه في بئر ذروان. وكتوضيح لبعض الكلمات الصعبه، يعني عندك مثلا المشط ده اللي هو اللي بنتصرح بيه، وباقي الحاجات بقى اللي هي متعارف عليها، الجف والرعوفه والحاجات اللي انت عارفها دي يعني. ولكن بافتراض مثلا ان عندك حد ما يعرفش ايه جف الطلع ده، عندك النخله الذكر بيبقى حبوب اللقاح موجوده في حاجه زي الغلاف كده، الغلاف ده بيحمي حبوب اللقاح دي لغايه لما تنضج، بيحميها بقى من الهواء ومن الكلام ده. فاول لما حبوب اللقاح تنضج الغلاف ده بيتشقق والحبوب بتبدا تخرج منه، فطلع النخل يعني حبوب اللقاح بتاعه النخل، وجف الطلع ده اللي هو القشره اللي بتحوط حبوب اللقاح دي. فلبيد بن الاعصم ده راح جاب اسنان المشط وشويه شعر من سيدنا محمد حطهم في جف الطلع ده، وراح جاب حبل ربط فيه 11 عقده، وكل عقده حط فيها ابره. قيل ان هو اللي عمل السحر ده، وقيل ان بناته هم اللي عملوا السحر ده. المهم بعد ما جاب الحاجات دي وقرا عليهم وعمل عليهم الطلاسم وحطهم في جف الطلع ده اللي هي قشره حبوب اللقاح، اخدهم بقى وحطهم تحت رعوفه في بئر ذروان او ذي اروان على حسب اسمه يعني. الرعوفه بقى دي طلعت ايه، طلعت حجره كبيره موجوده في قعر البير، الشخص بينزل يقف عليها عشان يقدر يشرب. فلو تعرف الحديث بتاع الراجل اللي سقى الكلب، الحديث بيقول لك ايه، ان الراجل كان ماشي في الصحراء وكان عطشان جدا، لقى بير، راح نزل البير وشرب منه. ومش كده وبس، طلع من البير لقى كلب عطشان، فقال لك الكلب ده عطشان زي ما انا عطشان، فراح نزل تاني البير ملى الخف بتاعه او اللي هو الجزمه يعني وسقى الكلب. انا بقى اللي كان واقف معايا ان انا اتخيل ازاي هو نزل البير، يعني كان متعلق مثلا في الجدار وراح ملى الخف بتاعه، ومش مهم الخف كان متعلق في الجدار، طب شرب ازاي؟ طب لو مش متعلق في الجدار كان بيعوم في الميه؟ ما انا اللي في دماغي بقى البير المعروف اللي هو الميه بتبقى واصله فيه لمستوى عالي منه، يعني بتنزل الجردل كده في الميه تاخده وتشربه على طول. ما كنتش اعرف بقى حته الرعوفه دي. اتاري الراجل ده بقى ايه، نزل وقف على الرعوفه دي شرب عادي جدا. بعد كده لما طلع لقى الكلب، راح نزل وقف على الرعوفه تاني، جاب الخف بتاعه ملاه ميه وطلع سقاه. فسبحان الله. المهم نرجع لقصتنا. بعد ما سيدنا محمد حكى للسيده عائشه اللي شافه، قيل ان هو بعت 3 من الصحابه منهم سيدنا علي، وقيل ان هو راح بنفسه للبئر ده، بئر ذروان او ذي اروان، وراح لقى فعلا الرعوفه، شالها لقى تحتيه الجف زي ما قلنا اللي هو الغلاف بتاع الطلق، راح اخده فك الجف، لقى المشط ولقى المشاطه اللي هي بعض الشعر، ولقى فيه الحبل اللي معقود فيه 11 عقده وكل عقده فيها ابره. هنا سيدنا جبريل انزل على سيدنا محمد بسوره الفلق وسوره الناس اللي مجموع اياتهم 11 ايه. فبقى سيدنا محمد يقرا ايه ويفك عقده ويشيل ابره يحس
يحس بألم شديد، بعد كده يستريح من الألم ده، بعد كده يقرأ آية كمان ويفك عقدة ويشيل إبرة ويحس بألم، بعد كده يستريح، وهكذا لغاية لما اتفكت واتحلت آخر عقدة. وبيقولوا إن مع آخر عقدة اتفكت أو مع آخر إبرة اتشالت، سيدنا محمد رجع بصحته ورجع نشيط كأنه ما كانش في حاجة قبل كده. وده كان سبب نزول سورة الفلق وسورة الناس أو المعوذتين. نخش بقى على معاني الكلمات عشان نبقى فاهمين احنا بنقرأ إيه أو في الصلاة احنا بنقول إيه. عندك أولا الفلق. الفلق اللي هو الصبح، أو أغلب التفاسير بتقول لك إن الفلق معناه الصبح. ليه؟ عشان في آية بتقول لك فالق الإصباح. طيب ما في آية تانية بتقول فالق الحب والنوى. الفلق في اللغة العربية في المطلق معناه ان انت تفلق الحاجة يعني تشقها. فالحب لما تزرعه وتحطه في الارض وتسقيه بيتشقق ويبدا يطلع منه النبات، فهو ده فالق الحب والنوى. ولكن اغلب المفسرين اتفقوا ان الفلق في السورة دي معناه الصبح. نكمل. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. قيل معناه حاجتين، الاشهر ان غاسق اذا وقب يعني الليل اذا اقبل، الدنيا ما تضلم يعني. والحاجة الثانية قيل ان معناها القمر اذا بزغ، يعني القمر لما يطلع او الليل لما يقبل. في الحالتين مغزى الايه بيقول لك ايه؟ انك تستعيذ بالله لما الدنيا تليل. ليه بقى؟ اصل خلي بالك لو انت رجعت بالزمن كده 150 سنه لورا، يعني من قبل اختراع اللمبه مثلا، الدنيا ما كانت بتليل، كانت بتليل فعلا الا من شويه شموع كده ولا اناديل غاز بتبقى محطوطه في الطريق عشان تنور للناس هي رايحه فين. فلما كان الراجل يجي يسرق او يقتل الدنيا ضلمه، هو لو حط حاجه بس على وشه كده خلاص محدش بقى عارف ده مين. فاللي كان عايز يعمل جريمه او حتى اللي عايز يعمل معصيه كان بيستنى الليل عشان برضه هو ايه؟ ستار عليه. فربنا في الايات بيقول لنا استعيذوا بيه، استعيذ بالله لما الدنيا تليل من شرور اللي بتحصل لما الليل يجي. مش ان الليل ذات نفسه فيه شر، لان اصحاب النفوس الخبيثه تستنى ظلام الليل انه يسترها عشان تبدا تعمل المعاصي او ايا كان الجرائم اللي هي عايز تعملها. وما زال ده الاغلب في عصرنا الحالي، يعني مع كل الاضاءه والحاجات اللي بتحصل دلوقتي برضه ما زال الليل هو الوقت اللي الناس بترتكب فيه الجرائم والمعاصي. طيب نكمل. ومن شر النفاثات في العقد. الايه نزلت بالنفاثات، يعني الستات هم اللي بينفثوا في العقد، نزلت بلفظ المؤنث ده ليه؟ اما لان زي ما قلنا ان يقال ان بنات لبيد هم اللي عملوا السحر ده، فالايه نزلت فيهم من شر النفاثات في العقد، او يقال ان اغلب الناس اللي بتعمل السحر المعين ده اللي هو سحر العقد هم الساحرات مش السحرة، فالايه نزلت للتغليب، يعني اللي هو الساحرات هم اللي بيعملوها، فيلا من شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. كده خلصنا سوره الفلق، نخش بقى على سوره الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. نقف هنا بقى. الوسواس اللي هو الشيطان، اسمه الوسواس عشان هو بيفضل يوسوس للناس. طيب الخناس بقى معناه ايه؟ في اللغه العربيه وفي المطلق الخناس يعني كثير الاختفاء، زي ربنا ما قال في سوره التكوير فلا اقسم بالخنس اللي هي ايه؟ النجوم. ربنا يقصد النجوم ليه؟ عشان نجم بيظهر ويختفي يظهر ويختفي، مثلا ممكن بيظهر في الليل ويختفي في النهار ويفضل كده يظهر ويختفي، عشان كده سمي بالخنس. الاصل في اللغه العربيه ان الخناس او اي حاجه بتخنس اللي هي بتظهر وتختفي كتير. وده اللي بيحصل بقى مع الشيطان. الشيطان بيبقى قاعد على قلبك كده يفضل يوسوس فيه، يوم ما تيجي تذكر الله بيخنس، يعني بيرجع كده ويكش. فانت يوم ما تغفل عن ذكر الله بيرجع يوسوس لك تاني، فتذكر الله وتستعيذ منه يخنس يرجع تاني ويكش، ويفضل كده لغايه لما تغفل ويروح راجع لك تاني، وهكذا. فهو خناس يعني بيظهر ويختفي كتير او بيفضل يروح ويجي كتير. فوصف الخناس هنا للشيطان اللي هو بيكش لما تذكر اسم الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فانت مبدئيا في سورة الفلق بتستعيذ برب الفلق من ايه بقى؟ من شر ما خلق. قيل ان هو شر ما خلق ابليس، او قيل ان هو شر ما خلق في المطلق، شرور اي حاجة بقى، انس جن حيوان اي حاجة. ومن شر غاسق اذا وقب بتستعيذ بالله من الشرور اللي بتحصل لما الليل يظلم او لما القمر يطلع. ومن شر النفاثات في العقد بتستعيذ بالله من السحر. ومن شر حاسد اذا حسد بتستعيذ بالله من الحسد عشان ربنا يبارك لك في النعم اللي عندك. ولو رحت لسورة الناس انت بتبدأ بالاستعاذة بثلاث صفات لله. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. بتستعيذ بقى من ايه؟ من شر الوسواس الخناس، لان ده فعلا هو اصل الشرور. انت لو ربنا منع عنك الشيطان وعرفت تجاهد نفسك الاماره بالسوء بس انت جاي زي الفل. الذي يوسوس في صدور الناس، الشيطان اللي بيقعد على قلب الانسان يقعد يوسوس له ان هو يعمل معاصي. من الجنة والناس يعني من الشياطين الجن اللي بيوسوسوا في الصدور، ومن شياطين الانس اللي بيوسوسوا لك. فانت عندك الاثنين موجودين، يعني ربنا يحفظنا منهم ان شاء الله. وبس حلو قوي كده. انا جابر ودي تعتبر الحلقه الاولى من سلسله ولو ايه، اللي كل فيديو بناخد على الاقل ايه، بس دلوقتي خدنا صورتين يعني الحمد لله، عشان بس القصه كانت ايه؟ لازم تتحكي على بعض عشان هما الاثنين نزلوا في وقت واحد. ومصادر الاحاديث او التفسير اللي انا قلته هتلاقيه موجود في الديسكربشن. واظن حلو قوي كده. ربنا ينفع بنا الاسلام والمسلمين ويعلمنا القران ويرزقنا العمل بيه، اللهم امين. السلام عليكم.